هل تتخيل ان دي الحركه الوداعيه زيها زي حركه ابو تريكه، انه خلاص ده اخر موسم ليه ومش هيكمل، ولا ملهاش علاقه؟ لا ما اظنش، انا اظن ان هي حركه عملها في وقت المباراه عشان هو بيغادر. بس الحاجه الايجابيه اللي انا شفتها وخروجه، الناس مقدراه بشكل كبير جدا، يعني كميه تسقيف لحسين شحات وهو خارج. لا الناس عشان بيجي من بعيد زي ما انت بتقول. الجمهور يا ابراهيم انت بتشوف رد الفعل في الملعب. ايوه برافو عليك يا باشا، انت شايف الناس رد فعلهم، لو هم مش مقتنعين بحسين شحات ولا الهوا يخرج ولا حد شايفه اصلا. انت فاهم؟ فالملعب كله يسقف له امبارح على الوقت اللي هو لعبه، على ادائه. فانا بشوف حسين شحات هيكمل في النادي، ويستحق ان هو يكمل سنتين على الاقل جوه النادي الاهلي، ويدخل في منافسه عادي. وانت يبقى عندك لعيبه لازم تنافس بعض، بس ما تخليهاش انا حاسب قراري فتح الله هيلعب وسيد موجود، خليك على جنب كده بقى اما نفضى بقى. لا ليك تدخل عايز تقوله يا كابتن؟ لان انا متابع الشحات لما كان في نادي العين في الامارات، ولما لعب ضد ريال مدريد وعمل مباراه كبيره جدا، ومتابعه لما كان بيحارب عشان يجي النادي الاهلي، ومتابعه لما تنازل عن مبالغ من مستحقاته عشان يجي النادي الاهلي، والنادي الاهلي دفع فيه مبلغ كبير. ودي حاجه برضو تحسب للخطيب ان هو اللي صمم على هذه الصفقه العاليه جدا في هذا الوقت. وبعدين لما جه واشتغل انا شايف انه سوبر ستار. ازاي ده يقعد على الخط او ازاي ما يشاركش؟ انا السؤال ده يعني تعبني نفسيا، حتى ان انا كنت اسال يعني نفسيا. ايوه للدرجه دي؟ لان انا مقتنع باللاعب ده اقتناع تام. لما الاقيه مش موجود او على الخط بره او مهمل، لازم يكون في سبب رئيسي. انما انك انت يبقى عندك جوهره زي ده، وعندك لاعب بيدافع وبيهاجم وبيرقص وبيجيب اجوال وفنان، كل المميزات دي موجوده فيه، وتركينه بره، يبقى ده تصرف غير طبيعي. غير طبيعي. فانا اتمنى انه الشحات يجدد ويستمر، لكن انا عليه بعض المآخذ اللي هي التصرفات الشخصيه اللي احيانا يعني بتصدر منه. اتمنى ان هو بقى ايه، يخلع عن هذه الامور. صحيح.